محمد مراد من الجزائر، عمره 28 عاما، ابتكر محللا نفسيا عبر تخطيط القلب. دي جي هارت هو أول جهاز لرصد الضغط النفسي عبر التخطيط القلبي. دي جي هارت سهل الاستعمال، ما على المستخدم إلا وضع حزام مريح حول منطقة الصدر. يتكون من حساسات تقوم بقياس نبضات القلب ومعالجتها آلياً. يرسل التحليل إلى الهاتف المحمول محدداً نسبة التوتر التي يتعرض لها المستخدم. يتميز دي جي هارت بالقدرة على التمييز بين التوتر الجسدي والنفسي. دي جي هارت يتيح الكشف المبكر عن حالات التوتر المزمنة، مجنبا صاحبها الكثير من المشاكل الخطرة. دي جي هارت هو الحل الأمثل للأشخاص الذين يعيشون نمط حياة سريع ومعقد. تخفق القلوب لمحمد مراد ودي جي هارت مع وصوله إلى الحفل النهائي. دي جي هارت هو حصاد تعبئة الجسدي والذهني لمدة 3 أشهر كاملة. دي جي هارت هو نجم جديد برنامج نجوم العلوم وأيضا في التكنولوجيا الطبية الحديثة. اللقاء الأول لمراد واللجنة كان في تونس لطرح مشروعه. جهاز رصد معدل نبضات القلب يفصل بين الارتفاع الذي سببه نشاط عقلي وبدني. انت بدك تعمل ديتكشن للستريس. اعطيه فرصه فعلا. انا كمان وانا مثلك كمان. يلا مبروك. 3 أصوات اللي حصلت عليها أنا خلتني نحس أني سأصل لمرحلة بعيدة في البرنامج. 3 أصوات وضعت ابتكار مراد على طاولة المجلس العلمي. الكلمة الفصل للحكام العرب في غربلة المشاريع واختيار الأفضل. المجلس العلمي ناقش ملفك امبارح. الجواب بهذا المغلف وانت اخضر. مبروك. مراد حاصل على شهادة دكتوراه وأستاذ جامعي في الجزائر، ودع تلامذته وانطلق لتحقيق الحلم الأكبر. أنا متزوج منذ فترة قليلة، عندي ابن صغير. الوداع كان جد صعب، لكن الرجل لازم يأخذ قرارات تفيده ليه وتفيده لعائلته وتفيد المجتمع الكل. في الدوحة التقى محمد مراد مع خبراء متمرسين لبرهنة مفهوم ابتكاره. التفريق بين التوتر الذهني والتوتر الجسدي صعب كثير، ولا فريق علمي في العالم قام بهذا الشيء. How is your algorithm going to decide what is stress? مهمة لم تكن سهلة وتطلبت جهدا للوصول إلى التجارب الأولية للجهاز. كل شيء كان على ما يرام، حتى جد دكتور فؤاد. انت حامل اسمي بقى، ما تجرسنا. فرجيني الالجوريثم شو عم تعمل فيه. المشكلة انه this implementation amplifier is removing the noise I need. سأخذ وقت كثير. هيدا الاكسرسايز نعطيه لطالب عمره 20 سنة. هيدا فلوت شارت، هيدا ما له طعم. هيدا الفلوت شارت توقف لما تشوف أوراق اشتغلت عليها يعني لساعات تتمزق قدام عينك، حسيت بالداخل يعني بهزة. يعني أنا الشخص الهادئ ما حسيت بهذاك التوتر ولا مرة في حياتي. كانت للصدمة التي أثارها الدكتور فؤاد رد فعل عكسي. مراد ثابر وتحدى. إنه الوقت الحاسم. طبيب متخصص حضر لتقييم فعالية جهازه. كل شخص كان من حولي شاف الضغط الكبير اللي كان يخرج من وجهي. كانت أهم لحظة. ممتاز. الآلة كثير أكوريت وبتعمل ديتكشن بشكل ممتاز. لما الكارديولوجيست أعطاني رأيه على فعالية الجهاز، يا الله، يعني حسيت بشعور ما حسيته من قبل والله العظيم. كل مجهود اللي بذلته منذ سنين يعني تحول إلى فكرة شغالة. دي جي هارت. دي جي هارت هو أول جهاز راصد لدقات القلب، يميز بين التوتر الناتج عن الضغط النفسي والإرهاق الجسدي. مراد بن عثمان من الجزائر، مبروك. إذا تحب الإبداع، أنا أبدعت في اختصاصي. أنا أستاذ جامعي في الهندسة البيوطبية. ابتكرت جهاز دي جي هارت اللي هو أول جهاز قلبي محمول سيحدث ثورة في الأجهزة الطبية العالمية. ما تعلمته من مؤسسة قطر سأنقله لطلابي وللعالم أجمع، حيث أنه لما تتوفر للإنسان جميع الإمكانيات والبيئة الحاضنة يبدع.